ليه الجيل بتاعنا جيل فاشل عاطفيًا؟ الموضوع ده ممكن من ضمن المواضيع المهمة جدًا بالنسبة للشباب، وهو موضوع العاطفة أو الحب، ونظرًا لأن الموضوع ده بيكون ليه تأثير بشكل كبير جدًا على حياتك، سواء لمّا تلاقي الشخص المناسب فبتكون طاير والموضوع بالنسبة لك بيكون إيجابي، ولمّا بيمشي بخطوات ترضي ربنا، أو ممكن يكون موضوع سلبي ويدمر حياتك زي ما إحنا بنشوف بالنسبة لفئة كبيرة جدًا من الشباب. خلّينا نحكي اهتمامي بموضوع العلاقات العاطفية ده بدأ من إمتى بالضبط، أو إيه الحكاية اللي كانت وراه. الحكاية بدأت تقريبًا ممكن نقول بالضبط من 3 ل4 سنين يعني، مش متذكر المدة بالضبط، ولكن لمّا بدأ بشكل لا إرادي ويعني بدون أي رغبة منّي في إن الناس تيجي تتكلّم معايا عن مشاعرها العاطفية، وتبدأ إن هي تستشير وتتكلّم معاك. طبعًا أنا شخص مش مؤهل لده نظرًا لإن أنا ولا وقتها كنت متجوّز ولا أنا دكتور نفساني مثلًا، فهُم بيطلبوا منّك المشورة ولا الحاجات دي على الإطلاق، ولكن الواحد الحمد لله كان موفّق في إن هو كان بيدّي نصايح إلى حدٍ ما كانت بتكون مفيدة للشباب وبتمشّي معاهم الدنيا، ولو في حاجة غلط بنحاول إن إحنا نصلّحها. فالموضوع بعدين تطوّر لإن أنا شخصيًا بقيت باحب الموضوع وباحب إن أنا أدوّر فيه، وبقيت مهتم بإن أنا أفهم الموضوع من جميع النواحي. الناحية الدينية طبعًا هي الأساس، ولكن برضه كنت مهتم بيه من الناحية النفسية أو السيكولوجية، بحيث أكون فاهم فكرة العلاقات دي هي ليه مهمة كده في حياة الإنسان وليه بتأثّر عليه. أكيد الجانب الديني هو الجانب الأهم، ولكن لمّا بدأت الseries دي اللي هي أول حلقة فيها النهارده، فأنا كان غرضي الأساسي إن الحاجة الدينية إحنا هنقول حكمها على طول وإحنا ماشيين، ولكن الحاجات النفسية أو السيكولوجية فأنا هاتكلم فيها من المنطلق اللي أنت ممكن إنك ترضى إنك تسمعني منه أو تستوعب النصيحة اللي أنا باتكلم معاك فيها. أول حاجة هنجاوب على السؤال اللي إحنا أصلًا طرحناه في الحلقة، هو ليه الجيل بتاعنا فاشل عاطفيًا أو بيمُر بتجارب عاطفية مؤلمة بالنسبة له جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا أنت وأنت بتقلِّب في السوشيال ميديا هتلاقي شباب كتير منهم اللي متخزوق، ومتخزوق دي لو حد بيتابعني من برّه مصر فهو إيه، المجروح عاطفيًا أو اللي متدمّر من علاقة عاطفية يعني، أو في طريقه للخزوقة يعني في بشاير كده جاية في العلاقة بتاعته إن هي إيه، الدنيا هتمشي. طبعًا في أسباب كتير جدًا، ولو عملنا مليارات الحلقات غالبًا مش هنعرف نكفّيها، لأن الجيل بتاعنا مليان مشاكل، لكن أنا اخترت كام مشكلة كده هنتكلم عنهم النهارده بالتفصيل التفصيل. أول مشكلة ودي حاجة ممكن ما حدش قالها لك قبل كده، وهي عدم وعيك أنت أصلًا بذاتك، أنت مش قادر تعرف نَفْسك أنت مين والّا محتاج إيه. طيب ده هيفرق عليك إزاي في العلاقة العاطفية بتاعتك؟ أنا هاقول لك. لمّا أنت تكون واحد من الناس تايه كده في الحياة، مش محدد أهدافك، مش عارف نَفْسك أنت عايز تعمل إيه في المستقبل، أصلًا أنت بتدوّر على إيه، يعني إيه هدفك من الحياة بشكل عام، كل حد فينا ليه هدف من حياته بشكل عام، بعيدًا عن كونه في الوظيفة اللي هو فيها، يعني بعيدًا عن كونك دكتور، مهندس، طيار whatever يعني. فالجيل بتاعنا إحنا وبالرغم إن ده سؤال بديهي، لو سألته في الشارع إيه أهدافك أو طموحاتك هتلاقيه بيتكلم في حاجات general، يعني أنا عايز أكبر في الcareer بتاعي، عايز أكون شخص ناجح، مشهور، معايا فلوس. غالبًا الأهداف دي كلها أهداف general، أصل ما فيش حد فينا ما نفسوش يكون معاه فلوس، ما فيش حد فينا ما نفسوش يكون كبير في شغله، ولكن في حاجات بتبقى كده يعني محددة لكل شخص، والله أنا في شغلي نفسي أكون في التخصص الفلاني، وفي التخصص الفلاني ده نفسي أترقى للدرجة الفلانية، فدي حاجات specific، على عكس إن أنا أبقى كبير في شغلي. أصل تبقى كبير في شغلك دي معناها إن أنت في أنهي درجة؟ ما أنا ممكن مثلًا أكون راجل أخصائي مثلًا ومرتاح في شغلي، وممكن أكون راجل استشاري ومرتاح في شغلي وشايف إن أنا كده حققت نجاح، فأنت النجاح بالنسبة لك هو إيه؟ الفلوس، طب هي الفلوس أنهي درجة من الفلوس هترضيك؟ أنهي مستوى اجتماعي في المعيشة هيرضيك؟ فدي كلها حاجات لازم أنت تكون عارفها عن نفسك. عدم وعيك بذاتك في الحاجات دي، ولا يعني إن أنت فاهم في تفضيلاتك أصلًا أنت بتدوّر على إيه والّا بتحب إيه، ده واحد من ضمن الأسباب اللي بتخلّيك تدخل في مشاكل عاطفية. لإنك لمّا تيجي مثلًا تدوّر على حد أو على شريكة حياة ونفس الكلام بالنسبة للبنات، أنت أصلًا مش عارف نفسك أنت محتاج إيه، فبالتالي لمّا تروح للطرف التاني أنت مش قادر تبني معاه نقاش على أرض صلبة تحدد فيه احتياجاتك واحتياجاته، وهل أنتم الاتنين بتتكلموا في أرض مشتركة والّا أهدافكم متضاربة مع بعض، وبالتالي مش هينفع إن أنتم تكونوا مع بعض، فدي واحدة من المشاكل. طيب المشكلة ديّة مش حاجة سيئة فيك، بالعكس، بس أنت محتاج إن أنت تطوّرها، يعني ما تفتكرش إن دي حاجة سلبية، كلنا كده كشباب في بداية حياتنا. فعشان أنت تطوّر النقطة دي وتبدأ إن أنت تتحسّن فيها، فأنت محتاج تعمل الآتي، محتاج إنك تخصّص وقت لنَفْسك تقعد تتأمّل فيه وتبُص فعليًا أنت بتحب إيه، مش المجتمع بيحب إيه، لإن في حاجات كتيرة إحنا بنعملها بنحاول فيها إن إحنا نرضي المجتمع والناس اللي حوالينا،
اختيار الستايل بتاع اللبس، اختيار قصتك لشعرك، وغيره وغيره وغيره. انت بتدور فيه بنسبه كبيره، مش شرط انك تكون مقتنع بكل حاجه، ولكن احيانا بسبب الفير اوف ميسنج، انا الناس كلها لابسه كده، اشمعنى انا اللي مش هلبس؟ الناس كلها حلقه بالشكل ده، فاشمعنى انا اللي مش هحلق؟ فكل ده بيأثر عليك انت وبيدخلك في سكه انت مالكش هويه، مش قادر تحدد فعليا ايه اللي بيبسطك انت بجد، مش ايه اللي بيبسط الناس، او ايه اللي المفروض انت تكون مبسوط عشان المجتمع بيتبسط بيه. فانت لازم تخصص لنفسك وقت من التأمل الذاتي، وقت تقعد انت فيه بجد مع نفسك. يعني عادي جدا يا جدعان ان انتوا تخرجوا تاخدوا قعده في مكان لوحدكم وتفكروا، تكون معاك نوت زي ما انا وضحت في الاكونت بتاعي قبل كده، تكتب فيها اهدافك، تكتب فيها طموحاتك. ومش غلط ان انت تغلط في حاجات او تكتب حاجات وبعد فتره تكون نوت انترستد بيها، لان انت وانت بتسعى في الطريق ده لقيت طريق تاني احسن. هو احنا لما بنبدا ما بتبقاش قدامنا كل الاوبشنز المتاحه، لا انت احيانا بتدخل في طريق تلاقي منه طريق فرعي وداك لحته احسن من اللي انت كنت راسمها لنفسك، فبالتالي انت ما ضيعتش الهدف، انت انتقلت لهدف جديد. فبس الفكره ان انت ستيل انت عارف انت عايز ايه. فلما بتقعد مع نفسك، وحاول يا جدعان ما تضيعوش وقت طول الوقت، وبالذات في فتره شبابك، في حاجات ملهاش لازمه. يعني انت مش كل يوم لازم تنزل تقعد على القهوه بالاربع والخمس ساعات ما بتعملش اي حاجه، او قاعد بتتفرج على بودكاست مثلا لناس انا اسف في كلمه هلس ملهاش اي لازمه، او بتتفرجوا على تشانلز من الحاجات اللي طالعه على يوتيوب. مش عايز اذكر اسماء يوتيوبرز لان اكيد في منهم ناس كويسه يعني، بس بتكلم عن المحتوى نفسه، ما تديلوش اهميه اكبر بكتير من الحجم اللي هو فيه. يعني ما تقعدش تسمع محتوى ترفيهي مثلا بالساعات لكن انت ما عندكش استعداد انك تشتغل على نفسك ولو كام ساعه يعني. فدي النقطة الأولى بتاعت إن أنا مهم بالنسبة لي جدا أعرف نفسي وأعرف أنا مين، علشان لما أتناقش مع إمكانية وجود شخص في حياتي أكون فاهم هل الشخص ده هيجي يكون مناسب لهذه الحياة ولا مش مناسب أصلا لهذه الحياة. فبالتالي العلاقة ديت مصيرها الفشل مهما أنت حاولت وضغطت على إن أنت تنجحها. ده بالنسبة لإن أنا أعرف نفسي. النقطة التانية اللي بتقابلنا، أنت أصلا مش عارف متطلباتك في الشريك اللي معاك، أو البنت متطلباتها في شريك حياتها هي إيه. والموضوع هنا انا ما اقصدش بيه ان انت تمسك تشيك ليست وتقعد تعلم عليها وكل شويه تشوف نفسك هل هي ملبيه للرغبات دي ولا لا، بس الموضوع ان في حاجات انت مش هتتقبلها. بالنسبه لي الموضوع ده انا بحب اقسمه ل 3 كاتيجوريز او 3 فئات. في حاجات انت متقبلها ومناسبه لحياتك، وفي حاجات انت هتتنازل، لان صدقني في اي علاقه عاطفيه انت لازم هيكون في جزء من التنازل. انت ما فيش شخص متفصل عليك انت تفصيل يعني، فانت هتتنازل عن جزء من الحاجات دي وهتمشي بيه الدنيا. ففي عيوب مثلا موجوده في الشخص ده انت قادر انك تتعايش معاها واوكي مفيش مشاكل، وفي عيوب انت لن تقبل بالتعايش معاها. يعني يجي حد مثلا يقول لي ودي بتحصل كتير، انا البنت دي عجباني ومش عارف ايه وبتاع، طب تمام هنتكلم وهنشوف الدنيا ونشوف هي مناسبه ليك ولا لا. طيب يجي يتكلم معايا، فلما نفتح النقاش طب هي ايه اللي فيها عاجبك، يقول لي اصل هي محترمه ولبسها محترم. تمام، ما احنا فئه محترمه ولبسها محترم دي ممكن نطلع تحتيها مليار بنت. هل المليار بنت مناسبين بالنسبه لك انت؟ فدي حاجه تدل على عدم معرفتك بانت ايه الاحتياجات اللي بتدور عليها في الطرف الثاني. نفس الكلام بالنسبه للبنت، اصل مثلا دمه خفيف، اصله وسيم. طب حلو، ما هو الناس الوسيمه ديت في مثلا، ولنفترض مليار شخص وسيم على مستوى العالم، مين الوسيم في دول اللي مناسب ليكي انت؟ احنا بندور على فكره ان يا جدعان لازم تفهموا ان الشخص ده انت هتعيش معاه حياه كامله. يعني ولنفترض دلوقتي افريج سن اي حد بيتجوز مثلا، يعني مثلا 27 28 سنه، دول اللي انت عشتهم مع اهلك. لو هنفترض ان انت هتعيش لحد ال 60 لحد ال 70، فانت هتعيش اكبر من العمر ده مع شريك حياتك. فانت يعني العيشه اللي عشتها مع اهلك، ولنفترض يا عم ان انت هتعيش قدهم تاني، فانت هتعيش نفس العيشه دي مع شريك حياتك، يعني نفس عدد السنوات ده. فانت لازم يكون عندك اولويه عن الاختيار، انت عارف نفسك بتختار الشخص ده بناء على ايه. ما تمام انا عايزه مثلا شخص ناجح، طب ما هو الناجح ده تعريفه ايه؟ يعني ايه تعريف النجاح في وجهه نظرك انت؟ وبالتالي انت مهم انك تكون عارف انت بتدور على ايه اصلا في شريكه حياتك. يعني المحترمه دي ماشي تمام، فاظفر بذات الدين دي اكيد حاجه اساسيه، ولكن تحت كاتيجوري محترمه ده بيندرج حاجات كتير جدا جدا جدا، انت مين فيهم المناسب بالنسبه لك؟ فدي حاجة أنت مهم إنك تحطها في الاعتبار. السبب رقم 3 إن ليه إحنا بنفشل عاطفيا، وهي في الجيل بتاعنا دي حاجة أساسية، يعني الكسل وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية. أنت ما عندكش آه وبالذات الكلام ده أنا بوجهه بالنسبة للأولاد، النقطة دي يمكن أكتر بالنسبة للأولاد، قدرة على إن أنت تتحمل وجودك في علاقة عاطفية من ناحية كذا بيردن أو عبء هيكون موجود عليك. ومش بحب أسميها عبء، بس يعني
لو احنا هنبص لها بالمنظور ده. اولا العبء طبعا المادي، ان انت هتوفر مسكن وتوفر اكل وتوفر شرب وغيره وغيره وغيره. العبء التاني ان انت وجود شخص في حياتك، فانت عليك عبء مشاعر الشخص ده برضو امانة في ايدك، وانت مسؤول عنها قدام ربنا. آه، حياتك وحياته هي حياة واحدة، فانت حياة الشخص ده هي دلوقتي بقت مسؤولة من حياتك انت. فانت محتاج ان انت يعني يبقى عندك جزء من تحمل المسؤولية. فاحنا مشكلة بقى جيلنا ان هو متعود على كل حاجة سهلة، كل حاجة بتوفرها الاهل. انت مش مطالب ان انت تتعب في حاجة، كل فترة تلاقي ابديتس في التكنولوجي جديدة، حاجة زي الاي اي دلوقتي انت بقيت حتى مكسل انك تفكر فهتتكلم في ايه او هتقول ايه. اي حاجه حد يقول لك عليها، عندك برزنتيشن بكره حضرها، تدخل للاي اي برومبت يظبط لك الدنيا. عندك ديزاين مش عارف ايه تخلصه بالاي اي. فجزء الكسل ده انعكس برضو على حياتنا، في ان انت ما بقتش عندك اي فرصه لان انت تتحمل اي اعباء في الحياه. وبالتالي انت شايف ان موضوع العواطف ده مش جاي معاك سكه، وخلينا كده ماشيين الدنيا بالحب، برغم ان احنا كلنا عارفين ان العلاقات العابره دي هي علاقات حرام في الدين. ولكن انا بكلمك من منطلق شاب لشاب، انت ليه بتعمل كده؟ انت بتهرب من العلاقات اللي هي الرسميه عشان ما تشيلش عبء، عشان ما توعدش حد بحاجه. طيب ما ده مش صح، لان انت هتجيلك فتره في الحياه هتكون مضطر انك لازم تعمل كده. يعني انت لازم هتشيل مسؤوليه بيت وهتشيل مسؤوليه اسره. ونفس الكلام بالنسبه لاي حد. يا جدعان المشاعر او الحاجات دي هي مسؤوليه في الاساس. انت تخيل ان شخص يعني مشاعره ديت حاجة كبيرة مش حاجة سهلة. ويمكن مفيش حد بيتكلم عن نقطة إن المشاعر هي حاجة كبيرة، بس هي حاجة كبيرة فعليا يعني. وتستحق إن أنت تستثمر فيها وتفهمها في نفسك، وإن أنت تحافظ عليها مع غيرك. دي أمانة قدام ربنا يعني. فجانب إن إحنا نتحمل المسؤولية ده، أنت هتحله إزاي؟ لحسن الحظ إن جانب المسؤولية ده هو جانب ترينابل، أو تقدر إن أنت تتعلمه وتمارسه وتتعود عليه، بإن أنت تشيل مسؤولية حياتك أصلا. ما تتهربش من المسؤوليات اللي في حياتك. يعني عليك مسؤولية المذاكرة، ذاكر وشد حيلك من غير ما يكون عليك بريشر من بره، أو إن حد يفضل يضغط عليك كل شوية عشان تذاكر. وراك جيم التزم بيه، دي مسؤولية أنت اللي قررت إنك تحط نفسك فيها، محدش قال لك روح انزل الجيم. وراك بيزنس مثلا انت شغال فيه، فالتزم بيه لان دي مسؤوليه. مع الوقت الحاجات دي انا عارف ان هي بسيطه وتبان ان هي تافهه ولا تقارن بمسؤوليه ان انت تشيل بيت او ان انت تتجوز، ولكن هي دي الحاجات اللي بتصنع فعلا شخصيه الرجاله، وبتعلمك ان انت تلتزم وانك تكون قد كلمتك، لان الحاجات دي بالتبعيه هي اللي هتوصلك لفكره انك تكون قادر على فتح بيت. رابع سبب معانا، وده يمكن في اي حلقه انا بتكلم فيها بذكره، هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا خلقت حاله يعني لا نحسد عليها في موضوع الحب ده بصراحه. لازم نكون فاهمين ان الحب اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا، او جو الريد روز والديتس الفانسي اللي بينزلوها في اماكن غاليه والكلام ده كله، كلام لطيف وجامد ويبان ان هو حلو، بس لازم تفهم ان الناس دايما بتصور لك على السوشيال ميديا الجانب اللطيف في حياتها. انا مش هاجي اقول لك مثلا ان انا كنت غايب عن التصوير في الفتره اللي فاتت بسبب مثلا ظروف شخصيه عندي او مشاكل صحيه او كده، ما كنتش بصور لك ده. ولكن الجانب ده كان موجود في حياتي، وبالتالي انت لازم تتفهم ان مفيش حد هيطلع يقول لك حياتي انا ومراتي فيها مشاكل. لازم تكون فاهم ان المشاكل هي اصلا جزء من اي علاقه في الدنيا. علاقتك بابوك وامك فيها مشاكل، علاقتك باصحابك فيها مشاكل، علاقتك باخواتك فيها مشاكل، علاقتك بشريكه حياتك مهما بلغت درجه التوافق ما بينكم هيكون فيها مشاكل. فبالتالي انت لازم تكون متقبل ده وعارف ان انت تتعامل معاه. فما تجيش تبص لي على اي علاقه في الدنيا من منظور السوشيال ميديا، لان انت بتحكم على علاقات كامله بالفشل عشان انت مش قادر تلبي توقعات السوشيال ميديا. نفس الوقت برضو في حاجات الناس بتتكلم فيها، الجزء المادي مثلا. الجزء المادي يا جدعان، في ناس كتير من الانفلونسرز بتكون الحاجات دي سبونسرد من اماكن تانية او من شركات تانية هي اللي بتوفر لهم ده. فمش لازم تعيش حياتك، حلو انك تحلم، حلو ان انت يكون عندك طموح، بس مش لازم تعيش حياتك بالستاندر دي، او انا لازم اوصل للمكانه دي. اشتغل واوصل، لكن ما تعيش ان انا لو ما وصلتش المكانه دي فانا مش مبسوط. لا، انت ممكن تتبسط عادي وتعيش حياتك مبسوط عادي، لان انت قبل السوشيال ميديا كنت عايش ومبسوط عادي في نفس مستواك ده، انت كنت عايش ومبسوط عادي. والخروجات بالنسبه لك ذات معنى، وبتتبسط مع اصحابك وبتتبسط مع اهلك. فما تحطش السوشيال ميديا بالنسبه لك ستاندرد تقيس عليها علاقتك بشريكه حياتك، او علاقتك العاطفيه في العموم يعني. فدي كانت مجموعه من الاسباب اللي انا شايف ان هي اسباب رئيسيه في الجيل بتاعنا دوت ليه بيعاني من الفشل العاطفي. وبتفشل كتير جدا 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 لحد لما تنضج وتستوعب بالظبط المفروض شريكة حياتك شكلها تكون عامل ازاي. طبعا زي ما انا قلت، انا شخص لست مختص ومش خبير في العلاقات العاطفية، ولكن الفكرة ان انا
يعني فترتي اللي قضيتها مع الشباب باتكلم في العلاقات العاطفية أو كده وبيطلبوا مني الاستشارات، فادتني بإن أنا أعرف إيه المشاكل أصلًا اللي موجودة على أرض الواقع، وبالتالي كنت باقعد مع نفسي في جزء كبير من وقت فراغي بافكر وباحلل في المشاكل دي وبادوّر لها على حلول، وباقرا عن العلاقات العاطفية عاملة إزاي من الناحية الدينية، من الناحية النفسية زي ما وضّحت. فهاكون سعيد جدًا لو النصايح دي كانت بتفيدكم، وإن شاء الله هنكمّل في السلسلة دي قدر الإمكان يعني. وطبعًا لو في حاجة غلط أكيد باتمنى إن أنتم تسامحوني عليها، وهاحاول إن أنا أصلّحها في process إن شاء الله لو كانت في أي حاجة من الكلام اللي أنا باقوله مغلوطة يعني. فباشكركم على حسن استماعكم، وشكرًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.